السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد، بس قبل تبتدي فيه صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في وصفة حلوة جدا جدا عن زيادة البيض، وباذن الله هتستفادي معايا. ودايما هخلي فراخ البيض هتغرقك بيض طول السنة، والسر في الازازة اللي احنا هنعملها دي. بجد ازازة سحرية وهتملى بيتك خير من البيض، فانت خليكي معايا لاخر الفيديو وباذن الله هتستفادي جدا. زي ما انت شايفه كده ما شاء الله. طبعا انا سايبه برضو البط بتاعي على السطح كده يتشمس معاهم. طبعا انا لسه بقى ايه، ما حطيت لهمش اكل ولا حطيت لهم ميه، فهنعمل الوصفه ديت هتعجبكم جدا جدا. تعالوا بقى نفطرهم كده ونشوف بقى ايه وصفتنا النهارده هتتكلم عن ايه. بس خليكي معايا لاخر الفيديو وما تنسليش اللايك ولا اشتراك فضل وليس امر، عشان افضل دايما مش مشجعه بيكي ودايما مستمريه معاكي في تنزيل الفيديوهات. زي ما انت شايفه كده اهو الفراخ ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله حلوين جدا جدا وبصحه جيده زي ما انتم شايفين كده اهو. انا كده بقى ايه، حطيت لهم كميه من العلف. طبعا زي ما انتم شايفين كده هم لسه جعانين ولسه ما اكلتهمش خالص، فانا احب بقى كده حبيت ان انا اعمل لهم كده، احط لهم نص الاكل كده، عشان هبتدي ان انا اعمل لهم مشروب حلو قوي هيخلي الفراخ عندي ما شاء الله هتبيض معايا. اول حاجه، لو الناس بتشتكي، في ناس بتشتكي من الفراخ اللي هي ما بتبيضش في الشتاء، على دخلة الشتاء معلش بتبيض، باذن الله الوصفه بتاعتي ديت هتخلي الفراخ بتاعتك تبيض طول الشتاء، طول الصيف والشتاء هتبيض عندك دايما زي ما انت شايفه كده. طبعا ده ايه، لازم نحط برضو اول حاجه الوجبه بتاعتنا ديت اما يكونوا هم جعانين. يعني ممكن تحطها في فتره الصبح زي الوقت، يعني تفطريهم يكونوا يستفادوا بالوجبه بتاعتنا دي. ولو انت بقى حطيتيها اخر النهار حطيها في وجبه العشاء، عشان ان هم ياكلوا الوجبه ديت ويستفادوا منها. الوصفه ديت حلوه جدا جدا علشان زياده البيض، في نفس الوقت هتزود الوزن، وفي نفس الوقت هتحضر عنقود البيض للفراخ، يعني هتكون عنقود البيض، هتخلي الفراخ بتاعتنا تبيض. العنقود بتاع البيض لو مفيش اي بربرة كده متكون عندها عنقود البيض، في خلال فترة بسيطة هتكون العنقود البيض وهتخليهم يبيضوا على طول. تمام. ولو انت عندك برضو فراخ ما بتبيضش هتساعد على تكوين عنقود البيض، فحلوة جدا جدا. اوعي تطلعي من الفيديو ده باذن الله تستفادي بالوصفة بتاعتنا دي. ودايما لو الفراخ حتى يعني بشاير كده زي ما انت شايفة كده اهو، ما شاء الله كلتهم حيوية كلتهم نشاط. ولازم كده نطلعهم كده في مكان يكون فيه هواء عشان يشموا شوية هواء طبيعي، شوية هواء نظيف، عشان البكتيريا والجراثيم والميكروبات والبكتيريا، عشان تقتل اي بكتيريا عندهم. انا حبيت بس اللي انا احط لهم على الارض كده عشان عاملين صوت في الغطيان اللي هي انا بحط فيها الاكل. وزي ما انت شايفه كده ما شاء الله الفراخ عامه بتنقر في كل حاجه، بتاكل كل حاجه، فما تقلقيش، ما تقوليش انت ازاي بتحط لهم على الارض، لا هياكلوا اللي عارفه والله العظيم بياكلوا كل حاجه. فاهم حاجه، ما تنسليش اللايك ولا الاشتراك فضل وليس امرا، ودايما كده صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. دايما كده صلي صلي كده واستغفري، وبجد كل حاجه هتمشي معاكي بفضل الله يا رب. والوصفة دي بجد ليكي، يعني الوصفة ديت لو انت عندك مشكلة في البيض او انتاج البيض او زيادة البيض او كده، او نقص في البيض، الفراخ عندك ما بتبيضش، الوصفة دي ليكي.
فتعال نشوف الوصفة بتاعتنا بتتكلم عن ايه. وصفة حلوة جدا جدا. فالسر في الازازة دي بجد ما تستهونيش بالازازة ديت، ما شاء الله هتحط منها كل مرتين في الاسبوع، هتفرق مع الفراخ وهتزود الوزن وهتكون عنقود البيض وهتخليهم يبيضوا معاك على طول زي ما انت شايفه كده. ما تستهونيش بالازازه ديت بجد، كلتها سر زياده البيض في الازازه بتاعتنا دي. فتعال نشوف هنحط معانا الازازه ديت في مشروب الميه ونشوف هنحط قد ايه وهنعرف فوائدها ايه. طبعا كده انا غسله السقايه بتاعتي وكده ايه هحط ايه حوالي كوبايه من الخليط بتاعي ده. تمام. ما شاء الله هتحول الفراخ بتاعتنا. المكون ده ايه؟ المكون ده الحلبة. بجد الحلبة بتفرق مع الطيور ومع انتاج البيض، بتخلي معانا الفراخ تنتج بيض على طول، وبجد حلوة جدا جدا. انت لو تعرفي فوائد الحلبة ما شاء الله هتقولي بجد رهيبة. الحلبة حلوة جدا جدا لزيادة البيض، لزيادة الوزن، هتخلي معانا الفراخ بتاعتنا وزنها يتقل، وفي نفس الوقت كلها فيتامينات سي وفيتامينات دي. يعني بجد حلوة جدا جدا، ما تستهونيش بالحلبة اهو زي ما انتوا شايفين كده. ومفيدة برضو للبط، يعني زي ما انتوا شايفين كده البط بيشرب اهو. يعني مفيدة للبط، مفيدة للفراخ، مفيدة للحمام لو انت عندك حمام. فانت لو مفيدة للبط برضو الكبير، لو عندك البط بيبيض بجد حطوا له الوجبه ديت حلوه جدا جدا. اعملوهم كده في كوبايتين ميه كده واغليهم على النار، وبعد كده بقى ايه امليها كده في الازازه وابتدوا حطوا لهم حوالي كوبايه كده على السقايه، على 2 رتل ميه، كوبايه حلبه. وبعد كده لازم تصفيها برضك. انا مصفياها وجايبه برضك الحلبه اللي انا مصفيها كده بالمصفى عشان ايه ما تكتمش السقايه بتاعتي. فطبعا مش هرميها، ده انا طبعا هاكلها للفراخ على العلفه، فانا مرضتش احطها برضك لحد ما تشوفوها الاول. فبعد كده بقى ايه هبتدي ان انا احطها بقى كده ايه للفراخ. ما شاء الله هي مفيده قوي، حلوه جدا جدا للفراخ بتاعتنا. وهبتدي بقى ان انا ايه اقلبهم كده، وهبتدي ان انا ايه احدفها كده للفراخ بتاعتي. فالحلبة حلوة جدا جدا، فيها فيتامينات سي وفيتامينات دي. وطبعا ده ايه ثانية واحدة احط لهم بس الاكل عشان ياكلوا كده اهو. تمام زي ما انتوا شايفين كده. بجد شوفوا الجمال، شوفوا التربية الصح، شوفوا كلتهم حيوية ونشاط ما شاء الله، بجد ما شاء الله. فزي ما انا قلت لكم فيتامينات دي وفيتامينات سي، وفي نفس الوقت بتعلي المناعة وكلتها بروتين، وبتزود نسبة الهضم، وبتزود الوزن. فالحلبة حلوة جدا جدا يعني. والحلبة منشط كبدي، يعني ايه كبدي؟ يعني بتنشط الكبد عند الفرخ وبتخليه يهضم كتير وياكل كتير، وبالتالي كده بيزيد في نفس الوقت بيكون عنقود البيض. فانت بجد يعني ما تستهونيش بالحلبة. الحلبة حلوة جدا جدا اهو. فما شاء الله وجبة غذائية، وجبة تقدري تعمليها مرتين في الاسبوع. الفراخ بجد هتستفاد منها، وزي ما انا بقولك كده هتكون عنقود البيض عندهم وهتخليهم يبيضوا عندك صيف وشتاء.
باذن الله، وجربيها وادعيلي. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده وينال اعجابكم. اهم حاجه ما تنسليش اللايك ولا اشتراك فضلا وليس امرا، ودايما كده شجعني بالكومنت الحلو واللايك بتاعك والاشتراك عشان عيلتنا تكبر بيكي. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده ووصفتي تعجبكم. مع السلامه، ما تنسوش اللايك.